لو انت جديد في يوتيوب وبتحاول تفهم ازاي تخلي قناتك تحقق نجاح او تظهر في يوتيوب، في 3 حاجات اساسيه لازم تعرفهم، مش بس هيساعدوك في تحسين محتواك لكن كمان هيضاعفوا فرص قناتك انها تقترح في يوتيوب وتجذب جمهور كبير في اسرع وقت ممكن. فادخل معايا فيديو النهارده عشان تكتشف الاسرار دي. يلا بينا. اكتر حاجه بتواجه القنوات الصغيره هي الاقتراحات. المشكله مش موجوده بس عند القنوات الجديده، هي موجوده كمان عند القنوات القديمه وبرضه مش بتقترح في يوتيوب. طب ايه هي الاسباب اللي تخلي قناه ما تقترحش في يوتيوب؟ وهي الاسباب اللي تخلي قناه تقترح في يوتيوب بعد اول فيديو او اتنين؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. خليني قبل ما ابدا اقول لكم على سر الفيديو هيكون ازاي. اول حاجه هقول لكم ايه هي الاسباب اللي تخلي قناه ما تقترحش في يوتيوب، بعد كده هقول لكم ايه هي الاسباب اللي تخلي قناه تقترح في يوتيوب بعد اول فيديو او اتنين، وهننهي ب3 اسرار اللي كشفها المدير التنفيذي ليوتيوب لنجاح القنوات الصغيره. طب ايه هي الاسباب اللي تخلي قناه ما تقترحش في يوتيوب؟ واحد، محتواك. ممكن يكون محتواك مش مناسب زي المحتوى العنيف او العنصري، وكمان لما يكون فيه إساءة لأشخاص تانيين أو انتهاك لحقوق الطبع والنشر. كمان المحتوى ممكن يتسبب في عدم ظهور قناتك لو العناوين والوصف والكلمات المفتاحية التاجز اللي بتستخدمهم مش واضحة أو مش دقيقة، أو لو المحتوى غير متوافق مع اهتمامات وتفضيلات الجمهور على يوتيوب. زي مثلا إيه؟ إنك تعمل محتوى عن تحقيق شروط الفيسبوك أو أي منصة تانية، إلا في حالة واحدة، إن يكون محتواك عن تحقيق الشروط أو الربح من الإنترنت. ده يفرق. وكمان لو انت بتعمل محتوى مش فيه بحث عليه، يعني محتوى ميت. اتنين، اسم القناة. ازاي يعني لو اسم القناة بتاعتك مش مميز او شبه اسماء قنوات تانية كتير، يبقى صعب على المشاهدين يلاقوه في نتائج البحث، لانه هيكون ما بين مئات القنوات بنفس الاسم. يعني مثلا لو المحتوى عن الطبخ واسم القناة تعلم الطبخ، ده اسم مش مميز وموجود كتير في يوتيوب. او لو ما استخدمتش الكلمات الرئيسية المرتبطة بالمحتوى بتاعك في اسم القناة، ده هيقلل من فرص ظهور قناتك في البحث. 3، الأسماء الطويلة أو المعقدة. ده برضو تبع اسم القناة. الأسماء الطويلة أو المعقدة ممكن تبقى صعبة التذكر والبحث بالنسبة للمشاهدين. يعني ما تعملش اسم قناتك مثلا 80 حرف. أولا ده بيصعب إن المشاهدين يفتكروك، ثانيا بيصعب عليك أنت إن قناتك مش هتظهر في يوتيوب. ليه؟ لأن يوتيوب بيبقى عاوز القنوات اللي هتخلي الناس تقعد وقت أطول في يوتيوب، وانت قناتك صعب او مستحيل حد يكتب اسم قناتك او كلمة من اسم قناتك في البحث، فطبيعي ان يوتيوب ما يظهرش قناتك. واخيرا، لو اسم القناة مخالف لسياسات يوتيوب وبيحتوي على كلمات ممنوعة او غير ملائمة، ممكن تتعرض للحجب او تقليل الظهور في اليوتيوب. دول كانوا اهم 3 اسباب يخلوا قناتك ما تظهرش في يوتيوب. طب ايه هي بقى الاسباب اللي تخلي قناة تقترح في يوتيوب بعد اول فيديو او اتنين؟ هي كل حاجة قلتها في الأسباب اللي تخليك ما تظهرش في يوتيوب عكسها بيتسبب في ظهور القنوات التانية حتى هي لو عملت فيديو واحد بس. طب ازاي؟ أنا هقولك. واحد، المحتوى اللي القناة مستخدماه مناسب، محتوى مفهوش عنف أو عنصرية، وكمان مفهوش إساءة لأشخاص تانيين، ومفهوش انتهاك لحقوق الطبع والنشر. وكمان المحتوى اللي مستخدماه القناة العناوين والوصف والكلمات المفتاحية التاجز بتاعته واضحة ودقيقة، وكمان محتوى متوافق مع اهتمامات وتفضيلات الجمهور على يوتيوب، زي مثلا محتوى عن تحقيق شروط اليوتيوب أو تحديثات يوتيوب أو إنشاء محتوى يوتيوب، وكمان مطلوب في يوتيوب يعني دايما شغال. والقنوات دي بتكون مركزة مع الفيديو اللي مطلوب في وقت معين بس، يعني يجيب لها مشاهدات في الوقت ده. 2، اسم القناة. يعني اسم القناة مميز ومش شبه أسماء قنوات تانية، هيبقى سهل على المشاهدين يلاقوه في نتائج البحث. هما لو دوروا على كلمة بس من اسم القناة بتاعته هيلاقوه، لأن مفيش قنوات تانية شبه اسمه. يعني مثلا لو المحتوى عن الطبخ واسم القناة سفرة هنية، ده اسم مميز ومش موجود كتير. 2، الشخص اللي أنشأ القناة استخدم الكلمات الرئيسية المرتبطة بالمحتوى بتاعه في اسم القناة، وده زود من فرص ظهوره في البحث او يوتيوب او الصفحة الرئيسية بتاعت يوتيوب بشكل كبير جدا. 3، الاسماء القصيرة او السهلة، ودي برضو تبع اسم القناة. الاسماء القصيرة او السهلة بتبقى سهلة التذكر والبحث بالنسبة للمشاهدين. يعني اسم قناته مثلا مكون من 30 حرف. اولا ده سهل ان المشاهدين يفتكروه، ثانيا سهل عليه ان قناته هتظهر في يوتيوب، لان انا عرفتكم ان يوتيوب بيبقى عاوز القنوات اللي هتخلي القناة الناس تقعد وقت اطول في يوتيوب. هو اسم قناته سهلة وممكن اي حد يكتب اسم قناته في البحث، فطبيعي ان يوتيوب يظهر قناته بشكل كبير، لان اسم قناته كمان سهل الحفظ، يعني الناس سهلة ان هي تحفظه. واخيرا
لو اسم القناة مطابق لسياسات يوتيوب وما بيحتويش على كلمات ممنوعة أو غير ملائمة، ده سبب في ظهور قناته برضه. ودول التلات حاجات لو عملتهم صح قناتك هتظهر إجباري في يوتيوب، ودولت برضه اللي بيعتمد عليهم القنوات الجديدة الناجحة. آخر حاجة وهي التلات أسرار اللي كشفها المدير التنفيذي ليوتيوب لنجاح القنوات الصغيرة. أولا هو مش المدير التنفيذي ليوتيوب نفسه، هو المدير التنفيذي لخوارزميات اليوتيوب. أول حاجة قالها إن الخوارزميات مش بتبقى عارفاك في الأول، فهي بتقترحك ولكن لناس غلط، مش اللي انت عايز انك تقترح ليهم لان انت جديد. طب ازاي تخليها تظهرك في بدايتك للناس الصح؟ هو قال انك لازم تهتم بثلاث حاجات. ايه هما بقى؟ واحد، تحسين الكلمات المفتاحية اللي موجودة في الوصف وكلمات المفتاحية للفيديو اللي هو صندوق الكلمات المفتاحية، لازم يكونوا الناس بتبحث عنهم في محتواك، فانت في الوقت ده لازم تستخدم الكلمات الرائجة في محتواك عشان يظهر للناس الصح. اتنين، قال ان الخوارزميات بتهتم بتاريخ المشاهدة، فانت كقناة جديدة هدفك هيكون الدخول لتاريخ المشاهدة لأي مشاهد على يوتيوب اللي هو الهيستوري بتاعته. تلاتة، قال عشان الخوارزمية اليوتيوب تفهم قناتك او محتوى قناتك وتقترحه للناس الصح هي الاستمرارية، ودي اهم حاجة لازم تعملها لو انت قناة جديدة. يعني مثلا لو تقدر تعمل فيديو كل يوم او كل 3 ايام عشان في الاول قناتك تظهر، وبعدين عادي ممكن تعمل فيديو او 2 في الاسبوع، ولكن في الاول لازم يكون عندك استمرارية. حتى لو هتعمل يا عم فيديو 1 في الاسبوع لازم يكون في وقت معين وفي يوم معين وما يتغيرش ابدا، لانه لما تعمل وقت ويوم معين وتنزل فيديو في اليوم والوقت ده الخوارزمية هتظهرك اكتر في الوقت ده عن باقي اوقات اليوم، وكمان عن باقي اوقات الايام التانية. وبس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. يلا نشوفكم الفيديو الجاي، سلام.